سلطة النهاردة سلطة مكعبات الفراخ الكرانشي مع بطاطس ستيكس. بجيب قطع من صدور الدجاج بقطعها مكعبات وبتبلها ملح وفلفل وعصير ليمون وسماق، وباخدها اشوحها واحمرها في شوية معلقتين من الزيت، وبتبلها كويس اظبط ملحها كويس. وبنحتاج خس مقطع صغير، وبنحتاج بصل اخضر مقطع بالعيدان، وبحتاج بصل عادي، وكمان بطاطسايه مقطعه ستيكس رفيعه خالص وبقليها في الزيت. كل حاجه فيها مستويه. زي ما انتم شايفين مكعبات الفراخ بتبقى مقرمشه جدا وجميله وتتبيلتها تحفه. هنبتدي بقى نخلط كل المكونات بتاعتنا مع بعضها. طبعا طريقه التقديم بترجع لكل حد فينا هو حابب يقدم ازاي. انا نزلت بالبصل الاخضر الاول مع البصل العادي. انا قلت البصل متقطع بالعيدان، وبعد كده الخس فردتهم، وبعدين نزلت عليهم بقطع الفراخ او مكعبات الفراخ الكرانشي، وبوزع عليهم البطاطس الستيكس. البطاطس دي بنعملها بالمبشرة يا جماعة، بتبقى سهلة جدا، او ممكن كمان بالسكينة بنقطع ترانشات زي شيبسي كده وبنبدأ نعملها ستيكس. فردت البطاطس وبعدين هنزل عليها بالمكعبات بتاعة الفراخ في الاخر. نشوف بقى الدريسنج بتاعنا هيبقى عبارة عن ايه. بتاع السلطة عبارة عن فصين من الثوم وعصير ليمون، ملح وفلفل وخل وزيت زيتون ومعلقة مستردة ومعلقة عسل أبيض. بقلب الخليط ده كله مع بعضه وبوزعه فوق وش السلطة. هنا أنا عملت قطعة من الجزر كده، دي مجرد للتزيين بس. حابين تستبدلوا زيت الزيتون بزيت عادي مفيش مشكلة، بس زيت الزيتون طبعا بيديها طعم حلو قوي. ومعلقة العسل مفيش غنى عنها، هي اللي بتدي الطعم العالي قوي بتاع السلطة دي. جربوا النوع ده من السلطة هيعجبكم جدا. انا عن نفسي ده اكتر نوع عجبني، وصحتين وهنا.